اهلا بيكم في مطبخ ليليان. النهارده هنعمل مع بعض بقسماط بالسمسم والكمون، طعمه يجنن، مقرمش وهش كده وخفيف ومن جوه متحمص حلو قوي. من نص كيلو دي هنعمل كل الكميه اللي انتوا شايفينها دي. المقادير بسيطة جدا. هنحتاج نص كيلو من دقيق المخبوزات، لازم يكون دقيق ليه عرق قوي، وهنحتاج 10 جرام من الخميرة الفورية، حوالي معلقة كبيرة بالمعلقة المعيارية، وهنحتاج معلقتين كبار من السكر، نص معلقة صغيرة من الملح، ونص كوباية من الزيت النباتي، وهنحتاج كوباية من المية الدافية، ممكن نستخدمها كلها أو لأ. على دي هنحط الخميرة والسكر والملح ونقلبهم كده كويس قوي، نتأكد ان هما اختلطوا مع الدقيق، وبعد كده هنحط الزيت بتاعنا وهنحط المية، بس مش هنحطها كلها علشان نشوف العجينة بتاعتنا. ونشغل العجين ونبتدي بقى نزود المية اللي فاضلة بالتدريج. المقدار اللي احنا عاملينه ده المفروض ان هو بيحتاج كوباية من المية، كوباية معيارية من المية الدافية، بس برضو لازم نحطه بالتدريج واحدة واحدة. وبين كل مرة بنزود مية بنستنى العجين يلف دقيقة كده، نتأكد ان العجينة شربت المية قبل ما نضيف كمية تانية. انا كده كنت خلصت مقدار كوباية المية في العجينة، هبتدي اسيبها تتعجن دقيقة كمان واختبر طراوة العجينة. كده هي مش محتاجة مية تاني، بس طبعا محتاجة تتعجن. هنعجنها من 5 ل7 دقايق لغاية ما العجينة بتاعتنا تبقى ناعمة كده زي ما انتوا شايفينها، وطرية جدا ومش بتلزق وبتمط معانا ما بتتقطعش. كده العجينة خدت كفايتها من العجن. هنغطيها ونسيبها تريح حوالي نص ساعة. احنا مش عايزينها تتخمر على الاخر، احنا بس ريحناها نص ساعة. نبتدي بقى على رخامة او على سيليكون مات نعملها كده شكل مستطيل، وبعد كده نفردها بالنشابة. حاولوا يكون الشكل بتاعها مستطيل، ده هيسهل كتير قوي واحنا بنشكل البقسماط بتاعنا. هنستخدم البيتزا كاتر اللي بنقطع بيها البيتزا، ونعمل شرايح كده علشان بدل ما نقعد ناخد كورة كورة من العجينة ونفردها، ناخد شريحة طويلة. انا كمان جهزت صينية كده فيها معلقتين كبار من السمسم ومعلقتين من الكمون في صينية تانية، وحطيت عليهم حوالي معلقة من المية علشان لما نيجي نحطهم على العجينة يلزقوا على البقسماط. نبتدي بقى ناخد قطعة من العجينة اللي احنا قطعناها ونبرمها بايدينا كده، لازم نخلي سمكها ارفع من صوابعنا لان هي لسه هتخمر تقريبا، هيتضاعف حجمها. ونحطها في الكمون او في السمسم زي ما تحبوا، نبرمها او نلفها كده في الصينية. وطبعا عشان احنا حاطين مية على السمسم وعلى الكمون هتلزق على طول على صوابع البقسماط بتاعنا زي ما انتوا شايفين. حطيناهم على صواني مش مدهونة اي حاجة، وهبتدي طبعا الصوابع دي كانت طويلة قوي فانا قسمتهم بالنص. هنسيب البقسماط بتاعنا يخمر جوه الفرن طبعا مطفي لمدة نص ساعة او ساعة لغاية ما يتضاعف زي ما انتوا شايفين، شكله كده اتنفخ واتضاعف حجمه. كده هو جاهز ان احنا نسويه. ندخله الفرن على درجة حرارة 320 او 170. احنا عايزينه يستوي على نار هادية علشان يتحمص من جوه وياخد لون حلو من بره. لو علينا النار ممكن ياخد لون بسرعة من بره ويبقى لسه من جوه طري. هو خد حوالي تقريبا 35 ل 40 دقيقة. شايفين من جوه متحمص ازاي ولونه من بره حلو جدا. فدي نقطة مهمة جدا، لازم يستوي على درجة حرارة هادية علشان ما ياخدش لون بسرعة ويبقى متحمص من جوه ما يطراش بعد كده. زي ما شفتوا نص كيلو دي عمل لنا صينيتين كبار من البقسماط. تقدروا طبعا بعد ما يبرد تحطوه في علبة محكمة الغلق علشان يفضل مقرمش. جربوا تعملوه في البيت وقولولي رأيكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب، واشوفكم في وصفة تانية. Thank you.